الرئيس الأيرلندي طبعا مايكل هيجنز قالب الكيان بقاله كام يوم، لأنه طلع طبعا أدان الكيان الإسرائيلي إن هو عنده مطامع استعمارية في لبنان وفي سوريا. وده طبعا مش بحجة الثورة في سوريا ولا أي شيء، لا خالص، كلا البتة. ده الناس بقى اللي بتفهم بتقول كده، لأن دي حقيقة. لأن ما هم عملوا اتفاقية وقف إطلاق نار وهدنة مع لبنان طويلة الأمد، وكان لها بنود، كل البنود بتاعتها خرقوها، بما فيها ان هم جابوا مستوطنين بخيامهم ويدخلوهم اراضي لبنان، وجابوا حاخامات وبداوا يستفزوا الناس ويطلعوا فيديوهات ويقولوا ان احنا هنبني هنا مدرسة دينية تلمودية وهكذا وهكذا. الجديد بقى في الموضوع، الجديد بقى واللي يموت من الضحك، ان الرئيس الايرلندي، وعلى فكرة بس لمعلوماتكم اللي فيكم مش فاهم اي حاجة يروح يدور كده على كلمات المسؤولين، اي مسؤول يعني المفروض في دولة عربية أو دولة غربية، وخاصة الدول الغربية اللي شعوبها بتحاسبها بالحديد والنار، وفي قانون هنا ماشي على رقبة التخين والرفيع حضرتك والكبير والصغير. فنفس الرئيس مايكل هيجنز طلع قال إن هم الصهاينة إخوال بلحة الكيان، عايزين يبنوا أو بيستعدوا لبناء مستوطنات في سيناء. طيب، هنبص على الناحية التانية ونقول ان الراجل مايكل هيجنز مثلا كده يعني كذاب. انا متأكدة ان الراجل صادق مليار في المية، 6 مليار في المية. انا بحب الشعب الايرلندي، شعب محترم جدا، واتعلم من الاحتلال يعني والقمع اللي تعرضوا له. فانا الراجل دوت بثق جدا في كلامه. فما علينا، نبص على الجانب التاني ونعتبر نفسنا مش مصدقين الرئيس مايكل هيجنز. سينا متسابة ليه فاضية؟ سينا ليه فيها مدن سكنية كاملة مبنية ومباني كاملة جاهزة بس إن حد يدخل يسكن؟ طب ليه مش ساكن فيها مصريين؟ ممكن حد يقول لنا؟ حد يقول لنا يعني، حد يعرف لنا طب ما حدش ليه من الدولة المصرية طلع علق على الكلام ده؟ ما حدش ليه يا جماعة طلع علق؟ هي البلد دي مفيش حد بيحكمها ولا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه والله العظيم ثلاثة. انا دماغي دي قربت تشت. هل مفيش شعب يحاسب البهايم اللي جوه البلد على الكلام ده؟ مفيش حد يطلع يعلق على الكلام ده؟ الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ما علقوش طبعا عليه، علشان هيجيبوا لك مصدر رفيع، مصدر تخين يطلع يقول لك الكلام ده صح، لا الكلام ده غلط، لا الكلام ده مفيش منه، وهو الكلام ده فيه منه. سينا متسابه فاضيه ليه؟ سينا متسابه فاضيه ليه؟ سينا متسابه فاضيه ليه؟ هفضل اقول لكم كده لغايه ما اموت.